لو انت حابب تتعلم البرمجة ومش عارف تبدأ منين او حاسس ان الدنيا معقدة، في الفيديو ده ليك هقولك على خطوات بسيطة وواضحة تبدأ بيها حتى لو عمرك ما كتبت سطر كود واحد. ويلا بينا نبرمجها صح. اول حاجة، يعني ايه برمجة؟ البرمجة ببساطة هي انك تكتب اوامر بلغة الكمبيوتر علشان تنفذ مهام معينة، زي ما انت بتكلم شخص بلغة عربية او انجليزية. الكمبيوتر ليه لغات خاصة. طب زي ايه؟ زي بايثون وجافا سكريبت وغيرها كمان. تاني حاجة، أبدأ بإيه؟ السؤال ده بيتكرر كتير وبين الناس كلها. مبقاش عارف داخل مجال البرمجة، مش عارف أبدأ بإيه. أنا هوضح لك إزاي تبدأ وأوضح لك كل حاجة على حسب أنت عايز تعمل إيه. لو أنت عايز تصمم مواقع، ابدأ ب HTML، بعد كده CSS، بعد كده جافا سكريبت. لو عايز تبقى مبرمج عام أو تدخل الذكاء الاصطناعي اللي هو ال AI، ابدأ ببايثون. لو نفسك تعمل ألعاب، ممكن تبدأ بسي شارب ويونيتي. لو عايز موبايل، ممكن اندرويد أو iOS أو جافا. طب أتعلم منين؟ أنا قدامي حاجات كتيرة، أتعلم منين؟ أنا بعلم HTML وإن شاء الله عن كورس CSS وجافا سكريبت وبايثون على القناة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم. لو انت مهتم بمجال التصميم المواقع، هسيب لك قائمة تسجيل HTML في نهاية الفيديو. أتعلم منين؟ قدامك مواقع قوية ومجانية زي فري كود كامب أو قناة المجد كود، وتشرفنا وأعلمك برضو البرمجة، أو منصات مدفوعة لو تحب، بس مش ضروري تدفع في البداية. رابع حاجة، أتعلم إزاي. خلي عندك خطة. أول حاجة اتعلم النظرية ده اللي هو الكورس. 2، طبق عملي، يعني اعمل مشاريع بسيطة. 3، ابني بورتفوليو واعرض مشاريعك فيه، وادخل تحديات برمجة أو مسابقات. ندخل على خامس حاجة، أشتغل إزاي. لما تبقى عندك مشاريع حقيقية، اعمل حساب على لينكد إن أو جيت هاب. قدم على تدريب أو شغل فريلانس في مواقع زي فريلانسر، وكل ما هتتعلم أكتر فرصك هتكبر. يلا بينا نختم حلقتنا النهاردة. البرمجة مش صعبة، بس محتاجة صبر وممارسة. ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بإنت من أسبوع. ولو استفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وسيبلي في الكومنتات ايه اكتر تخصص عايز تبدأ فيه. سلام.